اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. حط اللايك لاني زعلانه جدا 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 من المشاهدات ومن اللايكات. كل فيديو اقول لكم كده بقعد بالثلاث اربع ايام ما انزلش فيديوهات من الاحباط اللي انا فيه. بجد والله العظيم. حطوا اللايك بقى فضلا وليس امرا. ماشي يا حبايب قلبي، من فضلكم من فضلكم كل ما تحطوا، كل ما تخشوا تسمعوا دقيقه واحده حتى من حطوا اللايك قبل ما تقولوا كومنت. بالله عليكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ طواجن المكرونه الجميله اللذيذه اللي انتوا شايفاها دي. تحفه تحفه تحفه. بجد خطيره. يلا نخش على الفيديو نشوف الحلاوه دي هنعملها ازاي ونشوف التكات والحركات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. حطوا اللايك بالله عليكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. معانا هنا بقى مادة دهنية، سمنة، زيت، زي ما انت عايزة، ومقطعة كده صدر فرخة. وهنعمل بقى بيه ايه؟ احلى طواجن فراخ، احلى طواجن مكرونة. بجد 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 كانت فظيعة حلوة قوي. وهنا بقى بصلتين حلوين كبار كده ضربهم في الكبة وحط معاهم قرن فلفل حراق عشان يخلي المكرونة مشطشطة وحلوة قوي كده ولذيذة. ماشي يا حبايبي. ونزلت بقى بشوية من الفلفل وشوية من بهارات الفراخ وسنة كزبرة. ماشي يا حبايب قلبي. ونزلت كمان بايه؟ بمعلقة كده حلوة من الملح. بس هقلب الفراخ شوية وبعدين هحط الملح. اهم حاجة انك تقلبي الفراخ وتديها تشويحة تمام، وبعدين هتحطي نص كوباية من المية. هنا بقى ايه؟ صلصة المكرونة. لان انا هعمل المكرونة النهاردة ايه؟ حمرا. انا سلقت المكرونة وعملت الصلصة. عملت الصلصة بالثوم، احنا بنحبها بالثوم. يعني ايه؟ قشرت فصين 3 توم ودقيتهم في الهون وعديتهم تحميره كده ايه يعني ايه, ذهبي كده. وقمت نازله عليها بالصلصه وحط لها شويه فلفل اسود وشويه ملح ومعلقه سكر وسبتها تتسبك. ماشي يا حبايب قلبي. وهنا بقى بقلب في الفراخ كده بشوحها تشويحه تمام. وهنزل عليها بقى بايه؟ بنص كوبايه من الميه. انا عايزه الفراخ بتاعتنا تستوي والبصله تستوي وكل حاجه تستوي، لان الطواجن بتاعتنا ما بتاخدش وقت في الفرن. يعني انا بديها في الفرن ايه؟ حوالي دقيقتين كده من تحت وبعدين اطلعها تحت الشوايه. هنا بقى كوبايتين ونص من اللبن، حطيت عليهم كوبايتين شوربه. كان عندي شوربه، حطيت عليهم ايه؟ كوبايتين شوربه. يعني لو ما عندكيش وعندك شوربه بس اعملي، وعندك لبن بس اعملي. وثلاث معالق من الدقيق، ورشه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الملح. بس ما حطيتش غير كده. وهنزل بقى اعمل البشاميل بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين لما يربط معايا. هنزل بقى بايه؟ بميكس من الجبن. يعني هحط عليه جبنه، الجبن اللي انت عايزاها بقى. جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه مثلثات، اي جبنه عندك عايزه تحطيها، جبنه كريمي عايزه تحطيها حطيها. انا كان عندي جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. قلت احطهم كده واقلبهم في البشاميل بتاعنا عشان يديني ايه؟ مطه حلوه كده وطعم جميل جدا. ماشي. الطواجن بتاعتنا دي كانت خطيره. طبعا الطاجن ده احنا كنا بنشتريه طاجن صغير خالص كده، مش الفلان. مش عايزه اقول لكم تمنه، انتوا عارفين. هنا بقى خلصت المكرونه قلبتها في الصوص في الصلصه كده. وهنا عملت البشاميل. هحط بقى في كل طاجن كده زي ما انتوا شايفين كبشه ايه؟ بشاميل. انا مش عايزه اغرق المكرونه في البشاميل اقلبها فيها كده. لا، انا عايزه احط كده واسيبها ايه؟ تشرب مع بعضها. تشرب ايه؟ مع بعضها. سبتها بقى كده، حطيت نزلت بالمكرونه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وسبتها مش هقلبها في الصوص ولا حاجه، مش هقلبها في صوص البشاميل. لا، انا هخليها كده. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. لو وصلت معايا بقى لحد هنا حط لي كومنت حلو. ونزلت برضو بايه؟ بكبشه في كل طاجن كده ايه؟ من البشاميل. وبعدين هنزل بقطع الفراخ بتاعتنا المتبله الحلوه بالبصل والبهارات الجميله. هنزل بيها كده على كل طاجن، احط فيه شويه زي ما انتوا شايفين. حط بقى، اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا عملت صدر الفرخه النهارده وعملت بيه الثلاث طواجن دول وكانوا تحفه بجد وكانوا حلوين قوي. انت بص مش هتقلبي، انت بس هتهزي بس ايه؟ المكرونه كده يا حبايب قلبي. وبعدين هتنزلوا بقى بايه؟ بحته جبنه موتزاريلا كده زي ما انتوا شايفين في كل طاجن في النص. ماشي يا حبايبي. وبعدين هتنزلي بقى بالمكرونه. اهم حاجه جبنه الموتزاريلا. انا بصراحه شبعتهم جبنه موتزاريلا الطواجن دي.
كانت حلوة قوي، طعمها كان جميل وكانت لذيذة جدا جدا. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. المكرونه بقى، بالنسبه للمكرونه، عايزه تعملي مكرونه اقلام، عايزه تعملي مكرونه خواتم، عايزه اي مكرونه انت عايزه تعمليها، بس انا حبيت اعملها النهارده مكرونه سباكيتي. ماشي يا حبايبي، وحلوه قوي. وعايزه تعمليها برضو من غير صلصه، تعمليها بيضه، اعمليها بيضه، دي حاجه ترجع لك انت. لكن انا حبيت اعملها زي بالصلصه كده، بس كانت تحفه وكانت جميله جدا 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 بجد والله العظيم، كانت حلوه قوي. انا يمكن فاض منهم تاني يوم واتغدينا منهم، كانوا حلوين قوي. وهتنزلي بقى بايه، بالبشاميل كده على الوش زي ما انت شايفه كده حبايب قلبي، لما تغطي الطواجن بتاعتك زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه انك تغطي الطاجن كده المكرونه على الوش، مش يعني ايه، لازم يتغطى وش المكرونه. ايوه كده يا حبايبي. وبعدين هتفردي بقى الايه، البشاميل كده على وش الطواجن زي ما انت شايفه كده حبايب قلبي. اهم حاجه تغطي المكرونه كده حبيبتي، اهو، بس كده. هتفردي كده البشاميل زي ما انت شايفه كده حبايب قلبي. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم وينول اعجابكم ويحط لنا لايكات كتير. الفيديو منزلاه بقالي كام يوم يا جماعه، جايب 27 مشاهده. حاجه تحصر بجد، حاجه تحصر اقسم بالله العظيم. ونزلت بقى بالجبنه الموتزاريلا كده على الوش برضو، شبعتهم جبنه موتزاريلا من على الوش. بصوا بقى يا روح ما بعدك روح، قلت لا انا لازم اعمل الطواجن دي بقى النهارده ايه، تحفه كده يا حبايبي. لازم اخليهم ايه، ياكلوا كده وايه ويقولوا الله الله الله. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، تحفه تحفه بجد. هنا بقى خلصت الجبنه الموتزاريلا كده ودخلتهم الفرن يا حبايب قلبي. وبعد ما دخلتهم الفرن طلعوا من الفرن حكايه بجد، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. شايفين منظرهم، شايفين حلاوتهم. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده بقى، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ماشي يا حبايب قلبي، بالله عليكم فضلا وليس امرا تحط لنا كومنت حلو كده ودعوه حلوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.